وقد روى أنس بن مالك هذه القطعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. وهكذا أيضا نحن نشهد الله عز وجل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته وأئمة الهدى من بعدهم، ونسأل الله أن يجعلنا معهم. هذه بشرى للإنسان أنه إذا أحب قوما صار معهم وإن قصر به عمله، يكون معهم في الجنة ويجمعهم الله معهم في الحشر ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وهكذا كما أن من أحب الكفرة فإنه ربما يكون معهم والعياذ بالله، لأن محبة الكافرين حرام، بل قد تكون من كبائر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يكره الكفار وأن يعلم أنهم أعداء له، مهما أبدوا من الصداقة والمودة والمحبة فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك أيضا. أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان يمكن أن نجمع بين النار والماء فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا، لأن الله تعالى سماهم أعداء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كل كافر فالله عدو له، وكل كافر فهو عدو لنا، وكل كافر فإنه لا يضمن لنا إلا الشر. ولهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كل كافر مهما كان جنسه ومهما كان تقربه إليك، فاعلم أنه عدوك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن نأخذ من هذه قاعدة أصلها النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. فعليك يا أخي أن تشدد قلبك على محبة الله ورسوله وخلفائه الراشدين وصحابته الكرام وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معهم. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه.